من كام يوم كده كنت قاعد بقلب على الفيس وقاعد ايه يعني بتفرج كده على التايم لاين عندي، ولقيت واحد في جروب ليه علاقة بالايفون والموبايلات كاتب بيقول ان يا جماعة انا الموبايل بتاعي اتسرق في يوم كذا كذا من المكان الفلاني، وانا مش عارف اعمل ايه، وناس نصحوني ان انا اعمل كذا واعمل كذا. المهم ان الناس في الكومنتات اللي داخل يقول له شيل الاي كلاود، هو موبايله كان نوعه ايفون، فالناس داخلين يقولوا له شيل الاي كلاود، ناس تانية تقول له مش عارف امسحه من على حسابك، حاجات كده، حاجات غريبة. وانا مش فاهم هو اللي بيتكلم ده، يعني اللي بيحط له كومنت زي ده هو كده بيوديه في داهية، هو كده بيلبسه في حيطة اكتر. تعالى بقى اقول لك لو موبايلك اتسرق تتصرف ازاي، وتعمل ايه عشان تعرف تجيبه، او على الاقل اللي ياخده ما يستفيدش بيه. يلا بينا نشوف الموضوع ده. مبدئيا كده لو موبايلك ايفون فاوعى اوعى اوعى تشيل الاي كلاود. ليه اوعى تشيل الاي كلاود؟ الاي كلاود ده هو اللي بيثبت ملكية جهازك عند ابل. يعني ابل عارفة ان التليفون ده بتاعك لانه مربوط بالاي كلاود بتاعك. When you create an Apple account on any of your devices, you can access everything Apple on all your devices, from purchases to services to iCloud and more. طب حضرتك لما بتشيل الاي كلاود من على التليفون انت ببساطة بتسلمه هدية كده للحرامي. طب المفروض تعمل ايه؟ اولا ما تشيلش الاي كلاود ده نهائي، ويعني بص لو 100 واحد قال لك شيل اي كلاود اوعى تشيله، حتى لو اللي بيقول لك شيل اي كلاود ده بيقول لك شيله عشان نعرف نرجع التليفون. خطورة ان الحرامي ده يطلع على الداتا بتاعتك هي اكبر بكتير من ان التليفون يرجع او ما يرجعش. وبعدين الاي كلاود ملوش علاقة بان التليفون يرجع او ما يرجعش، هو كده كده لو ليك نصيب انه يرجع فهو هيرجع بوجود الاي كلاود ده. بالعكس، وجود الاي كلاود هيسهل عليك ان انت تعرف تتتبعه. iCloud still offers a Find My iPhone service that helps users track their phone's location. ان في ناس كتير بتشيل اي كلاود وفجاه تلاقيه اختفى من على الحساب بتاعها. ما هو طبيعي يا ابني، ما انت اللي شايله بايدك، ويقول لك انا مش عارف اتتبعه، ما هو انت اللي رميته. فاوعى تشيل الاي كلاود. تاني حاجه وهي ان انت تقدر تسيب رساله على اللوك سكرين، ان انت تسيب رقمك وتكتب رساله للشخص اللي يلاقي التليفون، لعل وعسى حد يعني يكون عنده ضمير ويقع في ايده التليفون، او ان الحرامي نفسه ما يعرفش يستفيد بيه فيكلمك ويقول لك تفضل التليفون بتاعك وتتفقوا على مبلغ مالي. فالايفون اللي بيضيع او بيتسرق هو كده ما بيتشالش من عليه الاي كلاود، فبيبقى حته حديده في ايد الحرامي. فدي تاني حاجه المفروض تعملها. تالت حاجه وهي ان انت ما تشوفش اي رسائل تجيلك على اساس ان هي من ابل وتفتحها. اوعى. عادي ان انت تفتحها تقراها بس ما تدوسش على اي لينك فيها. الرساله بقى اللي بيبعتها لك الحرامي هو بيقوم جاي باعت لك اكنه ابل اللي بتكلمك ويقول لك لقد وجدنا او لقد عثرنا على الهاتف في المنطقة الفلانية، مش عارف ايه، اضغط على الرابط التالي عشان تلاقي التليفون بتاعك. انت زي الشاطر بتقوم جاي دايس على الرابط، تطلع لك صفحة شبه صفحة الاي كلاود بالملي، يقول لك دخل الايميل والباسورد. هي صفحة شبه صفحة الاي كلاود مش الاي كلاود. اللي بيحصل ان انت بتكتب الايميل والباسورد بايدك تديهوله. Much bigger controversy arrived in 2014 when hackers managed to use the service in a brute force attack to access Apple IDs and iCloud data, including a significant number of nude photographs from celebrities like Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Mary Elizabeth Winstead, and more. Apple ultimately denied that this link had anything to do with specific vulnerabilities in Apple's services, and instead was a deliberate attack on the celebrities themselves, all of whom had unwittingly given out their login information in phishing scams. مفيش 5 دقايق هتلاقي الاي كلاود بتاعك مفهوش الجهاز بتاعك، مفهوش الموبايل. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الجدع اللي خد منك التليفون ده بجد بيوتيفول قوي جميله. عمرك والله اخبارك ده ايفون 15 تفاحه. يعني انا نرجعه له ولا لا؟ ده حلو، دي ريس هنا. خد منك الايميل والباسورد وكتبه على التليفون وفك الاي كلاود وخد التليفون، اكنك حرفيا بعته له بايدك. وابل عمرها ما هتبعت لك رساله تقول لك لقد عثرنا على الهاتف مش عارف ايه، عمرها ما هتعمل كده الا لو انت مفعل اللوست مود ودخلت انت على الخرائط وقدرت ان انت تحدد مكانه. هو لو ابل عرفت ان هي تحدد مكانه فهي مش هتقول لك ان هي حددت مكانه، هي انت هتلاقيها على فايند ماي عادي جدا. فما تمشيش ورا الرسائل اللي بتجيلك من الناس دي. تخيل هو يبقى سارق منك الموبايل
وسرق منك كمان الاي كلاود اللي هو عليه حياتك كلها. احنا كلنا اي حد معاه ايفون او حتى في الاندرويد، يعني انا هتكلم دلوقتي عن الاندرويد بعد ما نخلص قصه الايفون، لان الايفون حرفيا هو يعني من غير الاي كلاود هو حديده، فمحدش بيعرف يستفيد بيه. لكن التاني هقول لك مثلا الاندرويد ممكن التليفون يتفكك ويتباع قطع غيار. في الايفون بعد التحديثات الجديده بقت كل قطعه مربوطه بالاي كلاود بتاعك، يعني حتى مش هيقدر ان هو ياخد بطاريه او ياخد كاميرا، مش هيقدر يعمل الكلام ده. فتخيل انت اتسرق منك التليفون واتسرق منك الاي كلاود اللي هو عليه صورك وتليفوناتك وكل حاجه تخصك. فبالله عليك ما تسمعش لحد وما تمسحش الاي كلاود من على التليفون بتاعك. في ملحوظه صغيره، الايميل بتاع الاي كلاود والباسورد ما ينفعش يتناسوا نهائي، ما ينفعش يتنسوا. لو اتنسوا عادي هتعرف تتواصل مع ابل وبالسيريال اللي موجود على العلبه وكل حاجه هتعرف يعني تحل المشكله، ولكن ما ينفعش ان هم يتنسوا عشان ما تدخلش نفسك في القصص دي. الفيديو ده انا عارف ان في كتير منكم عارفين المعلومات اللي انا قلتها، ولكن واجب عليا ان انا انبهك لان ممكن يكون في ناس ما تعرفش الموضوع ده. طب بالنسبه بقى لجماعه الاندرويد، جماعه الاندرويد الايميل اللي يكون متسجل على تليفونك لازم تكون عارفه، لان احنا زمان كنا متعودين اللي هو صاحب المحل بيقوم جاي مكتب لك التليفون ويلا وعامل لك اي ايميل وخلاص. ده انا عايز اقول لك ان في ناس اشترت تليفونات من محلات وبعد كده اصحاب المحلات دول كانوا ما عندهمش ضمير وبقوا بيبتزوا اشتروا التليفون بصوره والملفات بتاعته لان هي بتترفع على الجوجل درايف. فالايميل بتاعك لازم تكون انت اللي عارفه وانت اللي عامله بايدك ومحدش يكون عنده علم بيه. ونفس القصة انت عندك برضو في جوجل في فايند ماي شبه الاندرويد شبه الايفون بس انا مش متذكر اسمه. نفس الحكاية، حصل وتليفونك لا قدر الله ضاع هتعمل نفس الكلام اللي قلناه من شوية على الايفون. ولو انت تليفونك سامسونج فانت عندك نفس القصة مع سامسونج ومع جوجل، فهتقدر ان انت برضو تلاقي التليفون بتاعك. ما تمسحش التليفون من على حسابك وما تعملش حساب على تليفون انت مش فاكره او مش عارفه او حد تاني اللي عامله لك. فلو استفدت اي حاجة يا ريت تشاركوا مع اصحابك ومع الناس اللي تعرفهم بحيث ان كل الناس تاخد بالها ويعني تليفوناتهم ما تضيعش منهم. لو عجبك الفيديو تنساش ان انت تسيب لي كومنت وما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.